انا ما عرفتش ولا كيبان لي بحال دابا الزواج ولا بحال شي تقميره. انا كنهضر من المنظور ديالي انا الشخصي، حيت انا يلاه تزوجت دابايا مؤخرا وقع لي واحد المشكل اللي هو غريب مع الزوجه ديالي. غريب بزاف. هاد السيده هادي تعرفت عليها في 2023 عام وانا مصاحب معاها، يعني غير مصاحبينها كنهضروا هكاك وصافي، بحكم انها كتسكن في واحد المدينه بعيده عليا. كنا مصاحبين عن بعد، تلاقينا غير في الفيسبوك. عجبتني عجبتها، صيفط ليها صيفطات ليا، اكسبتات، هضرنا، بدينا تنتهضروا مع بعضياتنا. انا ولد مدينه الدار البيضاء وهي في خريبكا. هاد المدينه ديالها راه حقيقيه، انا ساكن في الدار البيضاء ومدينتي حقيقيه. ما علينا، بديت تنهضر انا وهاد السيده هادي. الوقت اللي بديت تنهضر معاها فيها، يلا انا بديت زعما تنقول لك زعما خدام، عندي قدره انني نتزوج وانني نكون اسره، ولكن باقي ساكن مع دارنا. ديك الساعه بقيت كنهضر انا وياها، تنعاود ليها، عاودت ليها عليا انا فاش خدام، شحال كنشد نتيا، واش مستعده تزوجي. صيفطات لي تصاورها، صيفط لها انايا تصاوري. عجبتها عجباتني، ولينا داكشي ديال بغيني نبغيك، القلوبه، صباح الخير حبيبه، صباح الخير كذا. الشهر الاول داز مزيان، الشهر الثاني داز مزيان. مشيت لعندها الخريبكا، تلاقينا. هي ما تقدرش تجي بحكم انها قالت لك لا ما نقدرش نسافر، والنهار والبعد وكذا. هبطت عندها حتى الخريبكا، تلاقينا انا وياها، جلسنا انا طابل، دوزنا واحد النهار اللي كان زويون، ورجعنا في حالتنا. انا من موراها وليت خصني كل ويكاند تقريبا نهبط عندها، نشد الكار ونهبط عندها. تعلقت بها لواحد الدرجه ما كتصورش، خصوصا انني فاش تلاقيتها، وهذا مشكل عند تقريبا 60 ولا 70% ديال الرجال كيبغيو بعينيهم. البنت عجبتني، بيضاء والحنيكات حمر، وهي زياده وخلق بنت هذيك المنطقه، والحنيكات حمر وزويونه ومئدبه وكتهضر غير بالاداب وبشويه، فهمتي. تغرمت بها انا الصراحه، تماك بلغ مرادي. من موراها وليت زعما تنحاول نتهلا فيها، نشري لها دي كادو، نصيفط ليها، عطاتني لادريس ديالها، كان كوموندي لها على شي حوايج عجبوني وبغيت نشوفهم فيها. هي هاد لي جيست هما اللي خلاوها انها تزيد تقرب مني. بقينا هكا سيدي قرابه ديال واحد 8 شهور. عرضت عليها نجي نخطبها، كان البرد، عرضت عليها نجي نخطبها، قالت لي ما كاين حتى شي مشكل، نهضر مع دارنا ونرد عليك. موراها جاوبتني قالت لي تقدروا تجيو هذا الويكاند هذا، اجي مرحبا بكم، راه غنديروا بحسابكم. هضرت مع امها، هضرت مع باها، قال لي جي ولدي مرحبا بكم على الراس والعين، والله يدير لكم شي تاول ديال الخير. انا مشيت، انا عندي الوالد ديالي طناز شي شويه، وهو اللي عنده الطوموبيل، هو اللي غيقدر زعما يسوق بينا يجيبنا الخريبكا. هضرت معاه قلت لي راه باغي نتزوج وكذا، قال لي يلاه يسخرها ولدي، وفين غتسكن هاد المراه؟ قلت لي انا بعدا غير غنخطبها، وملي غنخطبها غنمشي نكري، وراه غنجيبها هي موافقه تجي معايا لهنا. وواحد النقطه بغيت نشير ليها، في هذيك المده كلها وانا مصاحب معاها مرارا وتكرارا، وانا كنحاول نحل معاها، زعما نفتح معاها الموضوع ديال الزواج، ديال الفراش. ما كتبغيش، كتحشم، كتقول لي لا وما كنقدرش نهضر في هذا الشيء هذا، وتنتزوجوا وغادي نتعلم وغادي نعرف. المهم بلا ما تبقى تحكر عليا بزاف. قلت ماشي مشكل، خلي هاد السيده هادي، يعني بزاف ديال المرات كتسد لي هاد الباب في الوجه ديالي. ما انا عندي واحد السخونيه، مراكش مع الوحده الصباح، فهمتي، يعني سخون بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. يعني قلت انا اللهم نبقى نفسد، اللهم نتزوج شي بنت كتعجبني في هذوك المواصفات اللي انا بغيتهم، وداك الساعه نكون ربي راضي عليا ووالدي راضي عليا، وما نتكرفش على شي بنت الناس. هكا انا خديت الامور، وشوف الامور فين غتولي. يا راه انا سيدي هضرت مع الوالد، قال لي الله يسخر مزيان، اييه فين كاين هاد البنت خريبكا؟ وقال لي يوم بنت لك خريبكا. قلت لي راه الرزق لا يطيح حبك على حجره. قلت لي راه تعرفت عليها في فيسبوك. قال لي مزيان هاد المعرفه ديال الفيسبوك، زيد نشوفوا الطاليه ديالك هذه فين غتخرج. هضرت مع الوالده، فرحات لي مسكينه، الله يسخر، وشكون وباها ومنين هما والاصل، واش سولتي صحاباتها، واش سولتي كذا؟ قلت لهم انا دايرها في يد الله، انا مزوج زواج النيه، كانت بنت الناس مرحبا بها، راه نحطها في رموش عيني، كان فيها العويجات راه مليون تفوت ليه. قال لك سيدي بسم الله نتوكلوا على الله، وكان البرد، فهمتي، كان البرد، ومن حدنا وحنا كنقربوا الخريبكا والحال كيزيد يبرد. الوالده وهي الدور فيه، قالت لي الله وليدي ما لقيتي فوقاش تتزوج، الناس كتزوج في الصيف وانت مزوج ليا في البرد والشتا. تقهرت انا رجليا تقطعوا عليا، دا وديش بغيتي عندنا. ويضر الوالد قال لها غاسكتي، حنا الرجال اللي عارفين علاش كنتزوجوا في هذا الوقت. الوالده بدات تضحك، هو تيضحك. قلت لهم راه والله حتى غير الظروف اللي جابتنا لهاد الوقيته هادي، اما انا راه والله الوالد قال لي تسكت، تجي توريني انا، راه انا اللي والدك ماشي انت اللي والدني. زيد يلا نشوفوا الطاليه ديالك باش غتسالي.
وصلنا عند الناس اللي عمرها دار، ناس دراوش، هما اصليين، ابا عن جد، فهمتي، بولاد ديك المنطقه. باها من نواحي الاطلس، امها نيتا هي من دوك النواحي، يعني عائله الله يعمرها دار، ناس دراوش الصراحه، بلا ما نبقى نخبيو على بعضياتنا. يا رانك سيدي، باها تيهضر معاه، قال لها واش بنتي قابله بهذا الشيء؟ اي قابله بهذا السيد، بسم الله، الله يدير شي تاويل ديال الخير. انا شرطت عليها، قلت لها 3 شهور ديال الخطوبه بركه ونتزوجوا. قالت لي ما كاين حتى شي مشكل. قلت لباها راه غتجي تسكن معايا في الدار البيضاء، واش انت قابل؟ قالت لي اي انا قابله، انا ما عندي حتى شي مشكل. صافي داك الساعه ضربنا البيض في الكحل. درنا واحد النهار البنت حنا وكذا، وتعلم الناس بلي راه تخطبت وداك الشيء. عاوتاني رجعنا للخريب، قادرنا مع داك الحفيله، رجعنا في حالتنا. ما جاوش العائله ديالي بزاف، جاو غير دوك الناس الكبار ديال العائله، باللي راه الخطوبه ديال فلان. قلت لهم حتى العرس ان شاء الله، وغادي نعرض على كل شيء، ونديروا شويه في خريبكا وشويه في الدار عندي. صافي ما علينا، خلينا هادو ماشي ديتاي مهمين. يا رانك سيدي، مشيت انا كريت، فرشت الدار، قديت الامور ديالي، غير كنتسلف ونتلكح ودوز من هنا وجيب من هنا. ما درتش كريدي من البنكه كاع، غير كنتسلف من عند الناس. الوالد عاوني، شي ناس من العائله عاونوني في شي امور، خصوصا واحد السيد كيبيع داكشي ديال الالكتروميناجي عندنا في العائله، عطاني الثلاجه الميكرو اوند بالكريدي، الثلاجه الميكرو اوند، ماكينه الصابون، فهمتي. بقى لي انا غير داكشي الاساسي الاخر، الفراش بيت الناس راه شريته انا. قلنا بسم الله، هضرت مع البنت قلت لها شوفي بنت الناس، انا راه ما عنديش القدره انني ندير لك شي عرس كدو قداش. قلت لها انا غنتعاون معاك. قالت لي انا ما شغليش في العرس وما شغليش في الماده، انا راه غير با اللي مسكين بغى يفرح بيا وتمي بغات تفرح بيا، راه الا بغيتي تعاونهم راه مزيان، ما عاونتيهمش راه ما غنتقلقش عليك. اتصانط وليدي انه فخوني يا جورج، ديري يدك، واخا تقول لك المراه الهضره هادي، ديري يدك، لا تمشي انت تاخذها بالنيه وتقول هذه مسكينه كتفكر ليا. ماشي كاع العيالات كيفكروا هكا باش ما نعمموش، ولكن راه الاغلبيه كيطيحوك في هذا الفخ. لا ما كاين حتى شي مشكل. لا هانيه، انا مرتك، انا ما وقفتش معاك، دابا فوقاش غنوقف معاك؟ راه نهار غتوقع بيناتكم شي نقاش تقول لك راه كنت كنصرف عليك. انا كنقول لك ما عمرك تشد شي درهم واخا تكون في الازمه. شي انا نقولها لك، هادي انا والراوي مهدي متفقين عليها ونسنيو لك عليها. ما عمرك تشد شي درهم، شد من عند عدوك وما تشدش من عند مرتك. راه نهار غيوقع الغيار غتسمع خل ودنيك على دوك الفلوس، غتقول لك كانت كتصرف عليك، كانت هازه لك ولادك، كانت راه غتسمع خل ودنيك. الا طحتي في شي وحده مقطره قاطعه يديها من رحمه سيدي ربي. وكاينين شي عيالات هنا غيقول لك اي راه عندك الصحه سيدي، كاينين هاد العيالات هادو. دونك انا وهاد السيده قلت لها لا، قلت لها انا غنساهم، فهمتي، بواحد القدر، غنعطيك 7000 درهم تعاونوا بها. 7000 درهم راه فلوس، راه 140,000 ريال، راه الدعم فوا 7 ولا فوا 17 ولا ما نعرف شحال. يا رانك سيدي، صافي درنا ديك العريسه كذا هادي، ناقشنا الامور. روحت البنت، روحت هاي في واحد اللوطيل تما كنيت في خريبكا. بغيت نعيش مع هذيك التجربه غير ليله، فهمتي، غنفيقوا لغد الليل نغيروها في حالاتنا. ما قدراتش ديك الليله، نعسنا صدقنا مضيعين الفلوس غير هكاك. روحت للدار البيضاء، غادا تولي مرتي تسكن في داري. جبتها للدار عندي وما قال لك لا والو. عافاك لما قلت لهم لا انا غندي مرتي، وما بغاو يديروا لها داكشي ديال الفطور ولا غد ليه وتبات هنا. وقلت لهم شوفوا الله يجازيكم بخير، خلينا نروح انا ومرتي. صافي توادعوا معها بالبكاوات وكذا وهادي، وبا تيقول لها الله يرضي عليك، وروينا جبتها للدار. بدينا الحياه الزوجيه ديالنا كرجل وزوجته. انا كان باقي عندي شي ايامات في الكونجي ديال المارياج، كانوا باقي عندي شي ايامات بقيت جالس فيهم معاها. كنحاول انني يعني نفسد البكاره ديالها وانها تولي امراه ما تبقاش بنت، بصعوبه بمشقه الانفس، وما بغاتش، فهمتي، يعني ما بغاتش، تخلعت واحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه انها قالت لي عيط لي على مي تجي. قلت لها هو صافي ما كاين حتى شي مشكل، انا فاهم الوضعيه ديالك وراه ما سهلاش وراه القضيه صعيبه، ما كاين حتى شي مشكل. عيطت لامها، جات بقات جالسه معنا تقريبا امها شي 10 ايام وهي جالسه معنا. كتجي امي مره كتجي عندنا تجلس معاها بريري ديالها تاي. انا نسيت داك الموضوع، قلت خليتها تولف البنت. يعني انا تعاطفت مع البنت وتفهمت هذيك النقطه. كاين اللي غيبدا يقول رجعي لداركم تبرعيش، هذا شنبقاو نتفلاو. الانسان اللي ما واعيش، الانسان اللي ما مثقفش، الانسان اللي غا جيب يا فمو وقول. انا لا، انا تفهمت البنت بلي راه هذيك المرحله راه صعيبه على البنت، خصوصا الا كانت ما عمرها في حياتها
دارت شي علاقه جنسيه ولا قرات على داك الشيء ولا فهماتو ولا حسات به. يا رانك اسيدي بقيت انا وهاد السيده مشات ما في حالتها، وليت تنسايس معاها، تنحاول معاها، تنتفرجوا انا وياها في برامج كيهضروا على كيفيه التقرب من الزوجه، كيفيه ارتخاء الزوجه عند العلاقه الحميميه وكذا. بديت زعما كنحاول ان نحسسها انها غتكون في امان معايا انا. وهي السيده كان عندها اسباب اخرين اللي خلاوها دير عليا التمثيليه كامله. يا رانك اسيدي انا فاش كانت جات ما جلست معنا هذيك الايام ما كنتش كنحكر بزاف، تنقيل في الخدمه، تنجي مع ديك الخمسة د العشيه، بعد مرات تلقاهم خارجين بجوج ماشي مشكل كيتسناوني، تنتسناهم بغيت نقول، تيجيو للدار تتعمر براد راه وديك لنا في المارشي وديك لنا هنايا، خرجنا نتمشاو شويه، خرجنا هكذا. هي مع ما ديما نقول لها انايا يعني انا راه خلاب ومسايس مع هاد السيده هادي. الشهر الاول ما كاين والو، الشهر الثاني ما كاين والو، الشهر الثالث ما كاين والو. هنا بدا يطلع لي انا السكر والملحه والطونسيون والضغط، وبدات تضرني ودنيا كتصفر ليا بداك السخونيه اللي طالعه ليا، وعندي انثى في الدار وما قادرش نوصل ليها. راه حتى داك الشيء ديال من الفوق ما بغاتوش. واحد النهار قلت لها انت عندك شي مشكل واقع لك في صغرك، والو غتمشي معايا للطبيب. ما بغاتش، قالت لك اصبر عطيني شويه ديال الوقت وعطيني كذا. قلت لها انا راه تزوجت بك باش نربح الوقت، انا كنت تصحابني بحال هكاك وبقيت مصعب معاك تا وكان طرخاي وديك الساعه نتزوج بك. يا رانك اسيدي السيده بدات تتحاول كتبزز على راسها لان شافت ان المده بدات كطوال. واحد النهار قلت لها لا والو غنمشي نديك عند شي طبيبه ديال النساء نتاكد انك واحد الانسان اللي ما عندك حتى شي مشكل. قالت لي واخا. مشينا عند طبيبه ديال النساء وهنا غتفاجئني، الطبيبه النسائيه غتفاجئني، فاجاتني بزاف، وهي اللي قالت لها قولي لي هادشي راه ما عرفتش انا كندير نوصل ليه هاد المعلومه. بقيت انا والطبيبه الراس في الراس. شنو قالت لي الطبيبه؟ قالت لي مرتك راه ماشي من داك النوع اللي كيبغي الهداوه، مرتك راه كتبغي داك التكتاف وكتبغي داك العنف، كتبغي العنف وما عرفتش كي دير توصل لك هاد قلت لها باش عرفت راسها هي من هاد النوع. قالت لي انا ما عندي ما نقول لك في هذا الموضوع، هي اللي عارفه منين جا هاد الشيء هذا وهي اللي حاسه برغباتها. قلت لها انا راه يلاه تزوجت بها، كي غدير هاد السيده هادي واش كانت بنت؟ قالت لي لا هي راه كانت بنت، غير هي راه كتبغي هاد الشيء هذا ديال العنف، مات العنف ما كذا. قلت لها ما فهمتش انا هاد الشيء ديال العنف، انا شنو نبقى نضرب مرتي وانا ناعس معاها؟ كي غندير ليها؟ قالت لي غير راه ما عرفتش كي دير توصل لك هاد المعلومه هادي شويه وهي تعيط ليها. جات قالت لي شوف ولد الناس انا راه هضرت معاك، انا من بعد ملي عرفت راسي غادا نتزوج بقيت كنحاول انني نبحث في الموضوع ولقيت راسي انايا عندي اعراض ديال داك البنت اللي ها كيفاش كتبغي تعيش. انا لا بغيتي تعيش معايا ولد الناس انا خفت غير نمشي ندير معاك داك الشيء من الدقه الاولى وتقول هادي راه عايشه في بلاصه اخرى ولا كانت كدير ولا كانت كتفعل. انا ولد الناس مرا نقيه، غير هو انا راه كنبغي هكا، من غير هكا راه ما قلت لها ما كاين حتى شي مشكل. رجعنا للدار بديت نتعامل معاه بداك الشيء اللي بغات هي، ولكن انا ما كنعرفش نأدي الدور، انا باغي نعيش معاك، باغي نكتشفك، فهمتي؟ دونك رانك اسيدي السيده ولات كتبغي شي حوايج لي غريبين، فهمتي؟ والاغلبيه كتقول لي ما بغيتش في الدار، نمشيو لشي بلاصه ما كيعجبنيش في الدار كاع، ما كتبغيش في الدار، ما كتبغيش الناس معايا في الدار، كتقول لك لا والو نمشيو للخلا ولا نمشيو لشي بلاصه مظلمه ولا نمشيو غريبه الاطوار. انا قلت لها انت راه ساحرك شي جن انتيا، قلت لها راه شفنا العيالات شفنا الناس مزوجين، ولكن هادشي ديالك انت راه غريب بزاف. قالت لي انا كنبغي نعيش هاد التجربه هادي، بغيت نعيشها معاك انت لانك انت راجلي وبغيت نعيش معاك هاد التجربه هادي. واحد النهار قالت لي يا والو نمشي انا وياك لشي بلاصه في البحر بحال هكا ونفرشوا ونعيشوا هذيك التجربه تما. القصه وما فيها خوتي هي ان السيده كانت كتفرج في افلام اباحيه، حقا انها ما عمر شي واحد قاسها بالشهاده ديال الطبيبه، ما عمر شي واحد قاسها، ولكن كانت كتفرج في افلام اباحيه، وتا هي من البنات اللي من البنات السخونات بزاف وخصها واحد النيفو باش انها توصل لداك الشيء اللي بغات. قلت والله سيدي تنتبعت السيده تاني بغات. اول مره غادي نمشيو للبحر غنعيشوا هاد التجربه هادي، غيوقف عندنا المخزن، السلام عليكم وعليكم السلام، هي حيت بانوا لي واحد البيلات جايين، قلت راه وقيلا شي ناس كيتمشاو بالفلاش ديال التليفون وهو راه مخزن. السلام عليكم وعليكم السلام، انا يعني مغطيين انا وياها دايرين داك حاطين واحد ديك الغطاوات الرهافين ومغطين بواحد الليزار، فهمتي؟ والظلام تنقول لك الظلام في الرمله ديال البحر، الظلام بزاف. يا رانك سيدي وقف عندنا المخزن، السلام عليكم وعليكم السلام، ماشي نقول تكون هي شي 11 د الليل بحال هكاك،
في يامات الربيع، يعني باقي بنادم ما كيمشيش للبحر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش كديروا هنايا؟ انا محيد سروالي، هي محيده النص في حوايجها، فهمتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نوضي يلاه. اش كديروا هنايا؟ راه عندنا عقد الزواج اخويا. هو عقد الزواج مخليين الدار وجايين لهنا. يا ودي كي غادي نشرح لك استاذ، كي غادي قال لي وسيدي يلاه معايا حتى الكوميساريه ونشوفوا هاد الشيء هذا الروينه ديالكم. مشينا للكوميساريه، راه داك عقد الزواج، اري لا كارت ناسيونال، انت لا كارت ناسيونال. واش ما حشمتوش؟ واش ما لقيتوش شي بلاصه؟ قلت لي ما مرتي غنبدا نفرش لك في مرتي وانا هنايا. قلت لي مرتي كيعجبها في الزنقه، ما كيعجبهاش في الدار. يلاه من الاخر، يلا كيعجبها في الزنقه. واش غندير؟ اش غندير انا مع هاد السيده هادي؟ وقلنا نجيو لهنايا بلاصه ما عموميه ما والو. ما قال لي هذا راه سميتو التحريض على الفساد. ولدي انت راك عارف راسك باللي هي راه مرتك وعندك العقد، والناس اللي غيشوفوك. قلت لهم من غيركم نتوما والبيلات راه ما شافنا حتى واحد. قال لي بركه متخرج العينين وبركه متصنطيح. هاك شد وراقيك ودي مرتك لدارك، والمره الجايه راه والله ما نتواضر معاك. نوض حيد عليا من هنا. مشينا للدار، المراه بقات غير كتشوف. قالت لي راه ما عندهم ما يصوروا منا، راه غير بغاو يحيدوك من تما. قلت لها انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء بنت الناس، غادي نبقاو في دارنا. ماشي حنايا كون بغيت انا هكا كون مشيت تصاحبت مع 20 ولا 30 وحده. بقينا مدوزين واحد المده، بدا يسخن الحال شي شويه. نط انا كريت واحد الطوموبيل، كنت باغي نسافر معاها، بغينا نفوجوا شويه في ذاك العطله ديال الصيف. كريت الطوموبيل، انا مش غنديروا بغينا نطلعوا للشمال. واحد النهار يلا لقينا الدار اللي غادي نكريو ونقادو الامور ديالنا. كرينا هذيك الدويره، يلا غنباتوا. قالت لي يلا نمشيو نهزوا الطوموبيل نمشيو لشي بلاصه. بقينا غاديين تنتسركلو، دوز من هنا دوز من هنا. قالت لي سير لشي بلاصه مطرفه بعاد شي شويه، خرج على المدينه شويه. بغيت نجرب معاك التجربه ديال الطوموبيل. يا رب العالي شنو بغات عندي هاد السيده هادي، وكانت هذيك هي اخر مره غادي نعيش مع شي حاجه بحال هكا. هزينا الطوموبيل، مشينا بعدنا طرفنا شويه على المدينه، ستاسيونينا الطوموبيل، رجعنا للور وبدينا صباط باط. حتى شويه كنسمعوا الدقان في الطوموبيل. هذيك البلاصه كان باركينغ منه كيطلع على البحر، كتبان لك طوموبيله لهيه وطوموبيله لهيه وطوموبيله هنا. حتى شويه تيبان لينا البيل كيتضرب جيت الدجاج داق. السلام عليكم. مخزن. ياك اودي لاباس، مازال هادو تفهموا الوضع. وريناهم لي كارت العقد، العقد ديال الزواج. اش كديروا هنايا؟ قلت لها ودي راه هاد التجربه بغيت نعيشها مع مرتي. عينا من داكشي ديال الدار وجينا هنا طرفنا وتسترنا حنا بعادين كاع على شي بلاصه فيها البشر، وقلنا بغينا نجلسوا مع بعضياتنا. روندانا ما لقى والو. قال لك يلا سيدي نوض حرك عليا الطوموبيل من هنا وحيد عليا سيدي مرتك لدارك. صافي من تما قلت لها بنت الناس هادشي راه ما خدامش، نبقاو كل مره نتحاشموا مع المخزن، شي نهار غنجيبوا الربحه. صافي يا بنت الناس انا هادشي هذا ما عاجبنيش. وهي كترفض رفضا تاما، وتا لا دارت معايا شي حاجه في الدار كتبقى بحال شي جثه هامده. عيطت لباها عيطت لامها، جاو لعندنا. قلت لهم نقول لكم اللي كاين، بنتكم بلا ما ندخلوا بزاف في التفاصيل، بنتكم كطلب مني شي حوايج اللي انا ما قادرش عليهم، ولا وما كترفض انها تغير هذه النقطه هذه. دونك انا وهاد السيده هذه خاصنا ضروري شي حل وسيط، ولا سينو راه هادشي غيسالي واحد المساليه خايبه بزاف. ياك اودي لاباس عمي، راه هادشي ما فيه ما يتسمع وما فيه ما يتقال. الله يجازيك بخير. ها هي بنتكم لا بغات تعاود لكم الله يسخر، ما بغا هي ساكته وضربه الطم وحاضره راسها. قالت لباها صافي با انا غنجمع حوايجي وغادي نمشي معك. قال لها اش تجي معايا، حنا ما كنرجعوش عندنا نطلقاتها بنتي. لا بنتي جلسي في دارك، قولوا لي شنو المشكل. قلت لهم انا غنخرج، عاودي ليهم انا غنخرج في حالتي، انا مرقت بعدها، انا حشمت. خرجت في حالتي، جيت لقيتها جا مع باليسا وغادا مع باها. والله سيدي لقيتها جا مع باليسا وغادا مع باها. عيطت لي في التليفون قالت لي اجي دابا. جيت لقيتها خارجه هي وباها، جا مع الباليزه، عطاتني السوارد، قالت لي غنمشي لدار با صيفط لي براتي. با ما هضر ما هضرات، واش اتفقت معاهم واش الله اعلم، انا ما فهمت والو. ما علينا. مشات السيده وصلتهم حتى المحطه. ضربت معاهم نص ديال الطريق. قال لي با صافي غنرجع ولدي، حنا راه غنوصلوا معاك. كانت المحطه قريبه ليا شويه. قال لي غير رجع ولدي بلا ما نعذبوك معانا، احنا نحاولوا معاه ونسيسوا معاه، خليها ترتاح شي شويه عندنا وديك الساعه ردوا عليك. قلت لي ما كاين حتى شي مشكل عمي، انا نتسنى التليفون ديالكم. دازت واحد اليومين، مشيت انايا ديك الساعه موجد الاجراءات ديالي باش ما تقولبنيش، لا تمشي هي تما يقول لك ما كنتي اهمال الزوجه ولا داك الشيء. مشيت انا باش نوجد الاجراءات ديالي، عطا صونا لي باها. الو اولدي ما عندي ما نقول لك، البنت راه راسها قاصحه، راه ما عرفتش شنو غادي ندير معاها، هاك دوي معاها. انا غندوي معاها، خسرت عليا صيفط لي براتي من الاخر وقطعت عليا الخط. مشيت انا ديك الساعه
مشيت ديك الساعه يعني مشيت درت الرجوع لبيت الزوجيه، فين المراه عطيتهم العنوان ديال دارهم تما في خريبكا، قلت لي قال لي رخص شي واحد شي مفوض اللي يدي لهم التبليغ تماك في خريبكا. يعني انا خصني نهز التبليغ ونمشي حتى لخريبكا ونعطيه شي مفوض تما، سينو هذا اللي هنا غيحسبوا عليا غالي بزاف. مشيت على سعدي وعدي حتى لخريبكا، مشيت شفت مفوض قضائي عطيته التبليغ مشى داه ليها، استلماتو هي هذيك صافي واعى عليه غيبقى غير التنفيذ. جا التنفيذ السيده رفضت انها ترجع للدار، بدات المسطره ديال الطلاق، ما بغاتش دير معايا لا طلاق اتفاقي لا والو، قالت لي طلقني انت اللي طلقني. قلت لها اجي نديرو اتفاقي اجي كذا باش نسهلوا علينا الامور، قالت لك لا والو طلقني انت. مشينا في طلاق ديال الشقاق وفي المقال كتبت لهم هادشي كله هو اللي داز، السبب الموضوعي ديال الطلاق، وباللي السيده كترفض انها دير معايا المعاشره الزوجيه داخل البيت الزوجيه، كدير معايا المعاشره فقط خارج بيت الزوجيه، وهذا يؤثر على المصلحه العامه وقد يؤدي الى التحريض الفساد. المهم شارجيت ليها مزيان في هذاك، وصلنا قدام القاضي هي كتساكته علاش باغي تطلق هاد السيده. ايوا سيدي راه اش كاين كتقول لي لا سيدي هذا الراجل عنيف قدامي وانا كنشوف، هذا الراجل عنيف سيدي، هذا الراجل هذا دار ليا قال لها هو يقول لها وراه دار لك الرجوع لبيت الزوجيه اش كترفضي ترجعي لا هذا السبب سيدي. اودي من عنف واش من كذا. قلت له انا نتحداك سيدي القاضي، انا نتحداك ديروا لي الخبره، انا اعتقلوني وديروا لي الخبره، الا لقيتوا فيها غير شرطه وحده انا السبب فيها ديروا فيا ما بغيتو. ويقول لك صافي حيد دغيا كيزربوا لك دغيا صافي حيد تحدد الجلسه القادمه جلسه الصلح هكذا شهر من بعد سير. بقينا مزرزرين حتى طلقتها ما خرجتش لها بزاف في ديك المتعه وداك الشيء ديالها، لان السبب ما يعني خداو بعين الاعتبار هذاك السبب والامتناع ديالها هي على هاد القضيه هذه، الامتناع ديالها على انها على المعاشره الزوجيه. ما تخرجت ليها شي 3000 درهم ولا ما عرفت اللي خرجت لها في ديك المده ديال الزواج، شي 3000 درهم اللي خرجت لها خلصتها في الصندوق وطلقتها ومشات في حالاتها. ما غتخيلوش معايا شهرين موراها كتعيط ليا، عيطت ليا قالت لي انا مزوقه فيك ندير معاك اللي بغيتي، ندير معاك اللي كذا، انا وما عرفت شنو مالي وما واقيلا كانوا ساحرين ليا، راه ما عرفت مالي انا وهادشي هذا غريب عندي انا، وانا صافي نبقى نجلس معاك في الدار نعيش معاك. قلت لها ما عندي ما ندير بهاد الهضره هادي الله يعاوننا ويعاونك الراق، وبلوكيت نمرتها وبدلت والدي انا ديك النمره كاع بدلتها. جاتني غريبه هاد السيده هادي، والمشكله اللي كانت عندي هي انني ضقت الحلوه، ويعني ضقت هذاك الشيء اللي انا كنت مانع راسي منه سنوات وسنوات، وليت غير اللي لقيتها خصني نجيبها للدار، وليت تنفكر اكثر انني نفرغ داك المكبوتات ديال شويه وانا نمتنع. قلت زكا هذا الارض لا تصدق داير شي كارثه، ومقابل صلاتي ومقابل ديني ومقابل خدمتي ومقابل داري صافي فقط هذا ما كان. ما بقيتش ابدا كنعاود نفكر انني نتزوج. صافي اخويا نصدق طايح في شي كارثه اخرى كثار من هذه، درت مع داكشي اللي بغات وحله ما درتوش وحلتين. ما فهمتش انا والله ما فهمت قسما بالله والله ما فهمت. التليفونات هادو رونوا العيالات رونوا لهم دماغهم، ماشي كلشي كاينين بنات الناس وكاينين بنات الاصل، الله يخليهم لوالديهم ولازواجهم. كنشكركم بزاف على الاستماع وكانت هذه قصتي.